شارع 26 يوليو عند البنك المركزي. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو انا عملته. انا دلوقتي فين؟ انا عند شارع زي ما سمعتوا كده في اول الفيديو، عند شارع 26 يوليو من ناحية البنك المركزي. في زي شادر كده عاملينه او معرض كبير جدا. انا وماشية فيه لقيت عندي الحاجات بتاعة المدارس. طبعا في ناس كتير قوي طلبتها مني وقالوا لي احنا عايزين اسعار الكشاكيل والاقلام والحاجات دي كلها. فانا اول ما شفت الفرشة كده قدامي فرحت صورتها لكم، ولقيت كمان عنده اسعار حلوة جدا جدا جدا. فتعالوا بقى نشوف الفيديو ونشوف ايه بقى الحاجات اللي عنده والاسعار اللي عنده. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وعمل اللايك الجميل للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ. تعالوا بقى كده ايه، احنا داخلين عند الفرشة، وزي ما قلت لكم كده انا دخلت المعرض ده. هو في وسط البلد شارع 26 يوليو عند البنك المركزي. هتلاقوا فيه معرض بتاع مستقبل وطن. لقيت عنده الفرشة دي، لقيت عنده كشاكيل سعرها حلو جدا، والاقلام كمان سعرها جميل جدا. بصوا كمان السعر كمان لفت نظري. دول 22 ونص، فيهم 35 و40. ده ب40، ده 180 ورقة ب40. ده ب22 ونص، وده ب60 اهو. ده ب55. وده بكام؟ ده بكام؟ ده ب10. عجبتني جدا شكل الكشاكيل دي، ام 10 من جوه، وكمان الخامة بتاعتها حلوة جدا، خامة تقيلة يعني. ده السلك ده 45 جنيه اهو. اهو في منه برضو اشكال اهو، في منه اشكال كتير. ده ب60. ده برضو 120 ورقة 60 للجماعات. ده ب70. ده 160 ورقة 70 اهو. في منه برضو اشكال. وده بكام؟ 15. ده 96 ورقة. ده الورق الفلوسكاب. والاقلام دي ده ب7.5. ده ب5. ده كده ب5. ب5 جنيه القلم. ما تلعبيش في حاجة. والاقلام كمان عندهم الوان واشكال مختلفة. عندهم اللي هو الحبر، واللي هي الاقلام التانية دي اللي حبرها تقيل شوية، وعندهم الرصاص، وعندهم حاجات كتير جدا. 35 في 50. ودول دول ايه؟ ده تلت العلم ب4. القلم ب4. في
بقى الالوان ده ب 40. بنسل الصورين دول صور الاولى ب 40 طبعا في اقلام كتير واشكال كتير، انا ما اعرفش بصراحة يعني اسمها ايه، يعني ما كانتش على ايامي، وانا مش كبيرة قوي بس هي ما كانتش على ايامي. يعني بصوا ده مثلا، ده انا استغربت فسألت، راح قالوا لي اصل ده اللي هو الحبر اللي بيتحط في القلم بتاع السبورة. انتوا فاهمين ده يعني ايه؟ لما القلم بتاع السبورة بيخلص فده الحبر بتاعه. انا طبعا ما كنتش فاهمة الكلام ده، كلام اكبر من مخي. انا كبيري كان قلم رصاص وقلم جاف واستيكة، والقلم الجاف كان بيقعد معايا بالترمين. وفي كده حاجات غريبة وعجيبة انا واللي هي فهمت منها بتاع اي حاجة. الالوان دي، الالوان دي بكام؟ دي بكام؟ دي الوان ميه 25. 25. وطبعا في مجموعة كبيرة من الأقلام اللي هي الألوان بتاعة الرسم بأشكال وألوان وحاجات مختلفة، برضه أنا معرفش منها غير القلم اللي هو الرصاص ده بتاع الرسم، والقلم الألوان. الحاجات التانية دي أنا معرفش عنها أي حاجة، بس أنا حبيت أصورها لكم. والآلة برضه بأشكالها وألوانها وأحجامها وكل حاجة. يعني بصوا كمان مجموعة الأقلام دي أنا كنت مصورها لكم ب40 جنيه، فيها 8 أقلام ب40 جنيه، أقلام ألوان. ما تنسوش الاشتراك في القناة يا جماعة، الاشتراك. كده 35 40 اه 20 تمام 10 تمام 7 ونص تمام. 15 20 10. ودول وكمان عنده آلة حاسبة بأحجام كبيرة وأحجام صغيرة خالص وأشكال مختلفة. عنده بتبدأ من 25 جنيه وعنده ب100 جنيه، وهتشوفوا دلوقتي الأسعار برضو، هتشوفوا أسعار الآلة الحاسبة والحاجات دي كلها برضو عنده. هو عنده يعني تشكيلة كبيرة جدا من الحاجات. 25. بس الاسعار دي النهارده غير بكره. ما انا عارفه، لا ما انا عارفه عشان اللي عاوز يلحق، فاهمني؟ جدع. فيها 12 ب 25. اه العلبه 12. طب والدباسات السريعه برضه 35 45 امم 65. الزرار دي 120 تمام 100. 100 تمام. هو يا جماعة ما فيش غيره، بس هو اللي في المعرض هناك. انتوا اول ما تروحوا هناك هتلاقوه كده. وتكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل اللايك بتاعكم، ولو في اي حاجة اكتبوا لي تحت في الكومنتات، عشان انتوا كومنتاتكم بجد بتساعدني جدا جدا جدا.